يا أهلاً بكل الهوانم. قبل ما نبدأ ونشوف الأسرار اللي في الفنجان، لازم تعرفوا إنه الطاقة دي للمشتركين فقط. اللي حابة القراءة تنطبق عليها وتستقبل البشارة تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان طاقتها توصل للفنجان. ركزي معايا يا هانم في الرموز اللي ظاهرة قدامك دي. شايفة التجمعات التقيلة اللي في قلب الفنجان؟ ده شخص راسم عليكي دور المحب والولهان، بس الفنجان بيفضحه النهاردة وبيرفع عنه القناع. الشخص ده متلاعب بيكي جداً، والحقيقة اللي مخبيها إنه مش لوحده. الشخص ده فيه في حياته طرف ثالث مستخبي. الشخص ده عنده بيت وزوجة وأولاد، وإنتي بالنسبة له كنتي مجرد محطة أو وسيلة بيلعب بيها. هو بيلف ويدور عشان يفضل مسيطر عليكي، بس معدنه ظهر خلاص وبان أصله الوقح. واللي أصعب من كده، شايفة الخط اللي راجع لورا ده؟ ده شخص من الماضي، شخص كنت فاكرة إن صفحته اتقفلت، بيحاول يرمي شباكه عليكي تاني ويجر رجلك بكلمتين حلوين. بس خلي بالك يا هانم واوعي تقعي في الفخ. الشخص ده مش راجع عشان يشتريكي، ولا ناوي على جواز ولا استقرار، ولا حتى ندمان على اللي فات. الفنجان بيقولي بوضوح إنه راجع بس عشان علاقة جسدية، عاوز ياخد غرضه منك ويمشي زي ما عمل قبل كده. هو عارف دخلتك كويس وبيحاول يلعب على مشاعرك، بس انتي المرة دي لازم تكوني صقر وكشفة نواياه من بعيد. ارميه ورا ظهرك وقفلي الباب ده للأبد، هو وأي حد يحاول يستغلك. الشخص ده ما يستاهلش دمعة واحدة من عينك الغالية. نصرتك الحقيقية وقوتك في إنك تقفلي الصفحة دي تماماً وتدوسي على قلبك عشان كرامتك. شايفة النقطة البيضة اللي بدأت تظهر في الجنب دي؟ دي بداية حياة جديدة، وفي شخص رزين وله مقام هيدخل حياتك ويعرف قيمتك بجد. بس ده مش هيحصل إلا لما تنظفي حياتك من الكراكيب القديمة ومن الناس الرخيصة اللي سحبت من روحك ووقتك. الحقيقة دايماً بتوجع بس بتحررنا، والنهاردة هو يوم حرية قلبك وقرارك القوي. عشان توصلكم كل أسرار وتوقعات فنجان الهوانم، ما تنسوش تشتركوا وتكونوا جزء من عيلتنا. حكايتنا لسه فيها كتير. اشتركوا عشان تكونوا أول ناس تعرف الحقيقة.